أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمر مباريات دورينا والجولة الثامنة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. لقاء مهم بالنسبة لكلا الفريقين. أربيل الذي يستضيف هنا في ملعب فرانسو حريري يستضيف فريق الحدود، الفريق القادم من العاصمة الحبيبة بغداد، ولقاء مهم بالنسبة لكلا الفريقين من أجل التعويض، على اعتبار أن الخسارة كانت حاضرة لكلاهما من خلال الجولة الماضية. أربيل في ملعبه وما بين جماهيره، وفريق الحدود الذي يسعى للحصول على نتيجة مرضية بالنسبة لهذا الفريق، والعودة من أربيل بنتيجة تكون مقنعة بالنسبة للمدرب السيد ثائر جسام. بالمقابل أربيل الذي يحاول الحصول على النقاط الثلاث من خلال هذا اللقاء. محمد طارق أحمد حكم هذه المباراة الذي سيقود هذا اللقاء بقيادة هذا الحكم، وكذلك الحكام المساعدين كرار عباس ونوار صالح الحكم المساعد الثاني، ومحمد كامل صغير الحكم الرابع، وحكام الفار أحمد جمعة وإياد زاح. كل التوفيق لمحمد طارق أحمد لقيادة هذه المباراة. نحن وياكم بانتظار صافرة البداية والانطلاقة تأتي الصافرة على بركة الله. أجدد التحية معكم معلقا للمباراة علي الشمري، ولقاء لحساب الجولة الثامنة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. أربيل هنا في شمالنا العزيز، وبالتحديد في ملعب فرانسو حريري يستضيف فريق الحدود القادم من العاصمة الحبيبة بغداد، ولقاء مهم. أربيل بالمركز 11 ب 11 نقطة، بينما الحدود بالمركز الأخير بدون أي نقطة. وتشكيلة الفريقين لمباراة اليوم، نبدأ بالضيوف. فريق الحدود يلعب من خلال هذا اللقاء بصقر عجيل، علي حسن وأحمد عبد الرضا، حيدر أحمد، سيف كريم، سين جاسم، وستيوار مينا، وكذلك اللاعب باقر عطوان، محمد جميل، علي كريم، وباولو فيكتور كوستا. هذه تشكيلة المدرب ثائر جسام اللي يقود فريق الحدود خلفا للمدرب حيدر عبد الأمير. بالمقابل فريق أربيل يلعب من خلال مباراة اليوم بدوليفان مادي، بلال العيفة كذلك حاضرة من خلال مباراة اليوم، وبقية الأسماء الحاضرة لفريق أربيل الذي يبدأ من خلال هذه المباراة ضاغطا، ومن الدقيقة الأولى والدقيقة الثانية يحاول. ونكمل التشكيل: خالد كردغلي، هلوفان، هيليو مونتيرو، وكذلك روى يوسف، هيغور فيدال، ومحمد محسن، كولين أندرسون، جيلان لقمان، ويوسف بن سودة. هذه تشكيلة المدرب سمير صديق مدرب نادي أربيل. كل التوفيق لكلا الفريقين، وبالتوفيق كذلك لفريق الحدود وأربيل، وطاقم تحكيم المباراة بالنسبة لهذا اللقاء. مباراة كما ذكرت مباراة التعويض بالنسبة لكلا الفريقين. فريق أربيل قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام نادي زاخو ب3 أهداف مقابل هدف واحد، وفريق الحدود القادم كذلك من خسارة أمام فريق النجف بهدف مقابل لا شيء. فريق النجف الذي قبل هذا اللقاء حقق الانتصار الكبير على فريق نفط ميسان ب4 أهداف مقابل هدف واحد. كرة ملعوبة الآن لمصلحة الحدود، الهجوم، والكرة وصلت لحارس المرمى دوليفان
مهدي. حارس مرمى خبرة دوليفان مهدي. هنا المدرب ثائر جسام، مدرب فريق الحدود، نتمنى له التوفيق بقيادة الفريق من خلال هذا اللقاء والجولات القادمة بالنسبة لفريق الحدود الذي غير على مستوى المدرب، وبالتالي المدرب ثائر جسام واحد من المدربين الخبرة، مدرب له اسم وبالتالي يقود فريق الحدود. عسى وأن تكون الصورة إيجابية من خلال هذه الجولة والجولات القادمة بقيادة هذا المدرب. كرة لمصلحة نادي أربيل، مقطوعة الكرة، هيليو مونتيرو لاعب البرازيلي، هدفين لهذا اللاعب مع فريق نادي أربيل من خلال هذا الموسم. كرة وصلت بعد ذلك لبلال العيفة اللاعب التونسي القادم من نادي الشباب الكويتي. ضغط من بلال، صافرة وخطأ من قبل حكم المباراة محمد طارق أحمد. هذا بلال صديق أو سمير، عفوا سمير صديق. بلال المدافع، بلال العيفة، مدرب سمير بابو، مدرب فريق نادي أربيل. مباراة مهمة لهذا المدرب، نقاط كل مباراة هي مباراة مهمة لكل مدرب ولجميع اللاعبين بكل تأكيد. يعني المدرب يسعى من خلال كل لقاء الحصول على النقاط الثلاث، إن كانت المباراة على ملعبه وإن كانت خارج ملعبه، ولكن التعويض عندما تخسر المباراة خارج ملعبك يكون التعويض على ملعبك. كان واضح في الصورة لاعب خالد كردغلي، لاعب القادم من الوحدات الأردني. هذا حيدر أحمد، رمية تماس، حكم اللقاء. أجواء والأمطار، هطول الأمطار ما قبل المباراة طبعا، ولكن هذا لا يمنع أن تقام المباراة، والمباراة مقامة والمباراة تسير ولله الحمد، وننتظر أن تكون المباراة مباراة جميلة وفيها أهداف وفيها فرص وفيها جمل تكتيكية بالنسبة لكلا الفريقين. علي حسن على التنفيذ، هذا هلا وفاق، رمية تماس، كرة تنفذ الآن. بالمناسبة يعني حضور جماهيري مع هذه الأمطار مشاهدة نوعا ما جيد في ظل هطول الأمطار المتواصل، وبالتالي حضور جماهيري جيد على المدرجات. شاهدت حتى يعني على المدرجات متواجد الصغار، الكبار، العوائل كذلك حاضرة على المدرجات تتابع المباراة، ولا يمنع هطول الأمطار حضور هذه الجماهير. هنا الصافرة والخطأ، ولدينا ركلة حرة مباشرة لمصلحة يوسف بن سودة. هذا يوسف لاعب التونسي القادم من الكويتي، مهاجم نادي أربيل. حصول على خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي أربيل. كرات الثابتة بداية المباراة، دقيقة 8. هذا صقر عجيل، حارس الخبرة القائد، بينما هنا القائد هلوفان. ركلة حرة مباشرة لمصلحة أربيل. الكرة تنفذ، بعد ذلك إبعاد للكرة وتترك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس الآن، خالد كردغلي، تمرير الكرة من محمد محسن لخالد كردغلي. جيلان لقمان يحاول، والكرة إلى خارج أرضية الملعب
طالت إلى ركلة مرمى. هذا سمير، بينما هنا جيلان. ركلة مرمى الآن. هذا هيليو مونتيرو، لاعب اللي يمتاز بطول القامة، يمتاز بالقوة الجسمانية. هذا ثائر جسام. كرة في وسط الملعب. بعد ذلك الكرة تبعد الآن. عادت لفريق الحدود. وصلت لفيكتور باولو. مرور ممتاز. تمرير بعد ذلك. جهة اليسار، محاولة مستمرة والتغطية حاضرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. هذا هيليو مونتيرو، بينما هنا حسين جاسم ظهير الأيسر بتشكيلة فريق الحدود. فريق الحدود الباحث عن أول نقاطه من خلال هذا الموسم. الفريق الوحيد اللي لغاية الآن لم يحصل على نقاط، بينما هنا محاولة وتسديدة ولكنها اصطدت إلى ركلة ركنية. أحمد عبد الرضا، ولكن حكم المباراة ماذا يقول؟ محمد طارق أحمد يقول بأنه الكرة ما لمست أحد، وبالتالي تحولت إلى ركلة مرمى. خالد كردغلي. كرة وصلت لروى يوسف. هجوم الآن لكولين أندرسون، لاعب الجامايكي. هذا عندما كان بالدور الجامايكي كان هداف للدور الجامايكي. هجوم الآن. تمرير الكرة من هيغور فيدال. وصلت لمحمد محسن، سدد الكرة بعد ذلك إبعاد عن طريق أحمد عبد الرضا. وصلت مرة أخرى صافرة وخطأ. الكرة لهيليو مونتيرو. خطأ الآن على هذا باولو فيكتور، والخطأ على باولو فيكتور، وركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي أربيل. كرة تنفذ الآن. محمد محسن، تغيير اتجاه اللعب جهة اليمين، حاول لفتح ثغرة للتسديد، وتأتي التسديدة ولكنها وصلت لحارس المرمى. تسديدة تأتي، وبالتالي لاعب هيغور فيدال البرازيلي، لاعب القادم من نادي ايسي الجنوب الافريقي، بينما صاحب التسديدة الماضية اللي هو يوسف بن سودة لاعب التونسي هو اللي سدد الكرة الماضية. كرة ملعوبة الآن. حكم المباراة محمد طارق. ركلة حرة مباشرة علي حسن. عالية الكرة، متابعة من حسين جاسم. صافرة ولدينا خطأ. غياب اليوم لاعبين من موريتانيا محترفين بتشكيلة فريق الحدود، يغيبون عن المباراة طبعا. محمد دلاهي ومحمد سويعيد أبرز الغيابات بالنسبة لفريق نادي الحدود. بالمقابل لدينا غياب لأسامة رشيد وغياب لإيفان خالد. هذا بالنسبة لفريق نادي أربيل. هذه الغيابات لمباراة اليوم. خالد كردغلي. خطأ الآن. تنفذ الكرة، المتابعة عالية، الكرة راسية، جول
جول! هدف، هدف لأربيل، هدف للقلعة الصفراء للإمبراطور، وعن طريق التونسي يوسف بن سودة. يوسف بن سودة يسجل أول أهداف المباراة ليتقدم أربيل في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول. كرة براسة، براسة حط في المرمى ليتقدم أربيل. شوف الكرة، شوف الإعادة عالية، وبالتالي الله 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 على الكرة الماضية، الله على الرأسية، الله على التمركز. حط راسه فيها وسجل على يمين حارس المرمى الصقر عجيل اللي ما تمكن من الكرة الماضية، وبالتالي يتقدم نادي أربيل أبناء القلعة الصفراء هولير بالهدف الأول. هدف لأربيل مقابل لا شيء الآن. هذا يوسف بن سودة اللاعب القادم من الكويتي اللاعب التونسي الذي يسجل من خلال اللقطة الماضية ليتقدم أربيل بهدف مقابل لا شيء الآن. هدف مقابل لا شيء الآن. هذا الهدف سيجعل الأمور مغايرة، سيجعل الأمور بشكل أفضل بالنسبة لكلا الفريقين، وسنتابع ونشاهد مباراة ستكون أجمل من خلال الدقائق القادمة. كرة للحدود، إبعاد بضربة رأسية، هجوم مرتد الآن، سريعة الكرة، تغطية حاضرة من أحمد عبد الرضا، أبعد الكرة الماضية. الهدف اللي سجله يوسف بن سودة من خلال هذه المباراة، نتحدث عن هذا الهدف، وبالتالي يعني هو يسجل الهدف رقم 149 في الدوري، 149 في الدوري، على اعتبار انه في الجولات السبعة الماضية لدينا 141 هدف، ولدينا من خلال هذه الجولة مع أهداف مباراة النفط والكرخ ومباراة نفط البصرة والطلبة ومباراة النجف ونفط ميسان لدينا 7 أهداف، ومعها 141 أصبح لدينا 148. وهدف يوسف بن سودة هو الهدف رقم 149 في الدوري اللي سجله منذ بداية الدوري لهذا الموسم ولغاية هذا الهدف إلى الآن. كرة ملعوبة عالية، هيليو مونتيرو، يوسف بن سودة إلى خارج أرضية الملعب. هذا صاحب الهدف الوحيد في المباراة. شوف هنا الإعادة، الكرة العالية والرأسية بعد ذلك بإتقان كبير، وبالتالي يسجل ليتقدم من خلال هذه المباراة. هنا صانع الهدف هيغور فيدان، بينما هنا المحاولة لمصلحة الحدود إلى تماس علي كريم لحيدر أحمد، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. توجيهات مستمرة من ثائر جسام. هذا كولين أندرسون، بينما هنا دوليفان مهدي. خطأ إذن، ركلة حرة مباشرة، تنفذ الكرة عالية، إبعاد للكرة من قبل اللاعب ستيوار مينا مدافع فريق الحدود. هنا كرة وصلت بعد ذلك في وسط الملعب، بلال العيفة، تمرير الكرة
عادت في الوسط لفريق الحدود، صافرة وخطأ وركلة حرة مباشرة. خطأ وركلة حرة مباشرة. سيف كريم على تنفيذ الخطأ. كرة وصلت لمحمد محسن. جيلان، كرة مقطوعة الآن. ضغط على حامل الكرة وخالد كردغلي. الكرة إلى تماس لمصلحة الحدود. علي حسن. هنا باولو فيكتور لاعب البرازيلي. كرة عالية وبالتالي مرت إلى خارج أرضية الملعب. اصطدت إلى ركنية أو إلى ركلة مرمى، سنتابع. ربما يبدو لي ركنية الآن لمصلحة الحدود. شوف الكرة في العارضة من الأعلى، وبالتالي يبدو لي الكرة اصطدت وتحولت إلى ركلة ركنية. فريق الحدود يحاول أن يعدل. تنفذ الكرة، إبعاد من دوليفان. جيلان لقمان. أحمد عبد الرضا حارس المرمى صقر عجيل. إبعاد هيليو مونتيرو. هنا التمريرة ممكن، هذه فرصة، وبعد ذلك الكرة فيها إبعاد من صقر عجيل. خروج موفق لحارس المرمى من خلال اللقطة الماضية، ولكن التمريرة الممتازة اللي كانت عن طريق اللاعب كولين أندرسون اللاعب الجامايكي. يلعب الكرة الآن يوسف بن سودة، يحاول حكم المباراة يقول له ما فيها شيء. اللقطة الماضية يوسف بن سودة يطالب بركلة جزاء، ولكن محمد طارق أحمد أشار لاستمرار اللعب. تبقى لمصلحة أربيل الضاغط والباحث عن هدف ثاني. خالد كردغلي. خالد، تمرير الكرة. جيلان، عرضية خطيرة، ويوسف بن سودة، والكرة وصلت لحارس المرمى بسهولة من خلال اللقطة الماضية. شوف الكرة العرضية الممتازة، وبعد ذلك التسديدة كذلك كانت ضعيفة من قبل يوسف بن سودة صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن. شوف هذه الكرة التي طالب فيها بركلة جزاء. ركلة حرة مباشرة. سيف كريم، تنفذ عالية. اسقاط كرة اصطدت بحكم المباراة. احمد عبد الرضا. علي حسن. ابعاد من خالد كردغلي. روى يوسف بنقل الكرة. ابعاد من سيف كريم. ثار جسام. توجيهات مستمرة، بينما هنا أندرسون. هنا تسديدة عن طريق يوسف بن سودة. خالد كردغلي. روى يوسف لخالد. مقطوعة الكرة. أحمد عبد الرضا. خالد كردغلي. هيليو. بلال العيفة. بلال لمحمد محسن. لبلال مرة أخرى. منتصف الشوط الأول، ولا يزال التقدم لنادي أربيل بهدف منذ الدقيقة 14 عن طريق يوسف بن سودة، بهدف لأربيل مقابل لا شيء لفريق الحدود، بلقاء لحساب الجولة الثامنة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024
2025. بالسلامة لي أحمد عبد الرضا. هنا الكرة المشتركة ما بين لاعبي الفريقين، بينما الكرة ترسل الآن إلى الخارج، مرت إلى رمية تماس. حيدر أحمد، كرة مرت الآن، شوف الأمطار التي لم تتوقف، والمباراة إن شاء الله كذلك لا تتوقف وتستمر وتبقى مقامة حتى صافرة الختام. أرضية الملعب لغاية الآن غير متأثرة بهطول الأمطار، وكذلك الجماهير حاضرة على المدرجات التي أرفع لها القبعة، وتحية كبيرة لجماهير نادي أربيل بحضورهم في ظل هكذا أجواء ممطرة، ولكنها حضرت على المدرجات تساند وتؤازر الفريق. هي فرحة الآن بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء. كرة ملعوبة، حارس المرمى، وهناك يبدو لي خارج منطقة الجزاء كان لمس للكرة من قبل حارس المرمى صقر عجيب. ثار جسام يفكر بكيفية العودة للمباراة. شوف هنا الإبعاد، هذه للمرة الثانية. سيف كريم الإبعاد بهكذا طريقة، وحسين جاسم هذه المرة حسين جاسم هو اللي أخطأ بإبعاد الكرة. شوف هنا الإعادة، صقر خطأ وركلة حرة مباشرة لمصلحة نادي أربيل. بطاقة صفراء يبدو لي. بطاقة إذن. توجيهات من سمير صديق. بالسلامة لحارس المرمى، يبدو لي يشكو من إصابة. شوف الدماء واضحة، وبالتالي لا نتمنى إصابة للاعب من لاعبي الفريقين، ونتمنى أن يكمل لاعبي الفريقين المباراة. يعني لا نتمنى أن نشاهد إصابة، ولا نتمنى أن نشاهد البطاقات الحمراء من خلال هذا اللقاء. خطأ وركلة حرة مباشرة من نتائج هذه الجولة. القرمة والزوراء تعادل بدون أهداف. النفط والفوز على الكرخ بهدف مقابل لا شيء. الطلبة يخسر من نفط البصرة بهدف مقابل لا شيء. وقبل هذا اللقاء شاهدنا مباراة النجف ونفط ميسان اللي تقدم في بداية الأمر نفط ميسان بهدف، ولكن يقلب الطاولة السيد عبد الغني شهد ورفاقه. اللاعبين بقلب النتيجة ب4 أهداف مقابل هدف واحد. نتيجة كبيرة لفريق النجف. مبروك للنجف وجماهيره، وهارد لك لنفط ميسان وجماهير ميسان. خطأ الآن فيدال البرازيلي على التنفيذ. ركلة حرة مباشرة لنادي أربيل، هذه قريبة وخطيرة على مرمى الحارس صقر عجيب. هيجور فيدال على التنفيذ، هذه خطيرة وقريبة، وممكن من خلالها أربيل الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء. إبعاد للكرة، باولو فيكتور تبعد من أمامه إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. هذا لاعب نادي أربيل خالد كردغلي. شوف الفكرة كانت ممتازة
ولكن ما كانت التسديدة قوية من قبل هلا فاهم. لو سدد باليمين أعتقد كانت الأمور أفضل بالنسبة لهذا اللاعب. جيلان، خالد كردغلي، صافرة وخطأ على أحمد عبد الرضا. هذا جيلان لقمان. كرة ملعوبة لهيليو أو بلال العيفة. أندرسون، محمد محسن، كرة لنادي أربيل، أمامية الكرة حيدر أحمد، إبعاد للكرة المتابعة الآن صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، خطأ على محمد جميل من خلال اللقطة الماضية. شوف محمد جميل وخالد كردغلي، وبالتالي الخطأ والركلة الحرة المباشرة لمصلحة أربيل تنفذ عالية. الكرة وأندرسون بضربة رأسية. حيدر أحمد، جيلان، استخلاص ممتاز للكرة، وهنا التسديدة عن طريق فيدال ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. كانت عالية من فيدال. هذا أندرسون، كرة إلى ركلة مرمى أربيل. واضح الأمور أفضل، أكثر خطورة على مرمى الحارس صقر عجيل، أكثر استحواذ على الكرة، وهو المتقدم لغاية الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة عالية، استلام للكرة ولكنها طالت على فيدال، لاعب القادم من الدوري الجنوب الأفريقي. ركلة مرمى لمصلحة الحارس صقر عجيل. كرة وصلت لسيف كريم، أمامية الكرة، إبعاد بضربة رأسية. حيدر أحمد، أحمد عبد الرضا، فريق الحدود خالي رصيده من النقاط لغاية الآن ولا نقطة. الفريق الذي يحاول الحصول على نقطة على أقل تقدير، على اعتبار أنه الفريق يعني تلقى المباريات الماضية كانت خسائر بالنسبة لفريق الحدود، 7 خسائر كانت حاضرة. لدينا خطأ. حيدر أحمد في حديث مع حكم المباراة. خطأ لمحمد جميل. لاعب خط الوسط مع باقر عطوان. ركلة حرة مباشرة في مكان خطير بالنسبة لفريق نادي الحدود. محمد جميل يتحدث مع حكم المباراة. خطأ في مكان قريب، وبالتالي البطاقة الصفراء لخالد كردغلي، البطاقة الصفراء الثانية في المباراة لغاية الآن. هذه الكرة العرضية التي كانت من قبل اللاعب حيدر أحمد. خطأ في مكان ممتاز لنادي الحدود الآن. سيف كريم، لاعب اللي يمتاز بالقدم اليسرى. هنا البطاقة الصفراء لخالد كردغلي، وحكم المباراة يعيد حائط الصد ويناظر المرمى. سيف كريم من خلال
هذه الكرة هل تكون كرة التعادل؟ هل تكون كرة التعادل بالنسبة لنادي الحدود؟ فرصة متاحة الآن وقريبة جدا، إبعاد من قبل حارس المرمى، تنفيذ مباشر باتجاه المرمى ولكن الإبعاد من قبل دوليفان مهدي، أبعد الكرة الماضية. رمية تماس، أمامية الكرة، كرة لنادي أربيل، وصلت لحارس المرمى صقر عجيل، شوف هنا الإعادة لكرة سيف كريم، تنفيذ كان ممتاز وإبعاد كذلك كان ممتاز من قبل حارس المرمى دوليفان مهدي، حارس مرمى خبرة وبالتالي أبعد الكرة. كرة في وسط الملعب، بلال العيفة باتجاه أندرسون، إبعاد من ستيوارت لاعب الكولومبي مينا ستيوارت مدافع فريق الحدود. 10 دقائق الوقت المتبقي على نهاية الشوط الأول، عدا الوقت المضاف، والنتيجة لا زالت تقدم لنادي أربيل بهدف مقابل لا شيء، سجل عن طريق اللاعب يوسف بن سودة لاعب التونسي المحترف بصفوف نادي أربيل، سجل برأسية في الدقيقة 14 بلقاء لحساب الجولة الثامنة بالدورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. كرة لبلال، رضا يوسف، فيدال، مونتيرو، كارداغلي، جيلان، كرة صدت وتحولت إلى تماس الآن، لمسة جميلة من فيدال لجيلان، سدد الكرة ولكنها أبعدت إلى الخارج إلى ركلة ركنية، ولكن حلوة كانت جميلة اللقطة باللمسة الأولى وبعد ذلك الثانية، وحتى التصدي من قبل حارس المرمى كان ممتاز، والإبعاد إلى ركلة ركنية الآن، ركنية لمصلحة نادي أربيل. ركلة ركنية، لمسة كانت جميلة من فيدان. شوف الركنيات 4-3 لأربيل مقابل ركنية لفريق الحدود من خلال هذا اللقاء لغاية الآن، والركلة الركنية لمصلحة نادي أربيل. هلا وفاء على التنفيذ، الكابتن، تنفذ الكرة عالية، ابعاد من قبل حارس المرمى فيدال، خالد كارداغلي مع جيلان ولكن ابعاد للكرة، باولو فيكتور، وصلت في وسط الملعب، خالد كارداغلي، جيلان لاعب ممتاز بجهة اليسار، استخلاص ممتاز للكرة ومرور بعد ذلك ممتاز. حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب وأشار لوجود ركلة مرمى مع وجود بمطالبة بركلة ركنية من قبل اللاعب جيلان لقمان. كرة ملعوبة من سيف كريم عالية، وصلت لمحمد محسن. شوف الكرة سرعان ما تعود للاعبي فريق نادي أربيل، هو أكثر استحواذ على الكرة، انتشاره جيد في الملعب. يوسف بن سودة بعد عن زميل،
لمحمد محسن. خالد كردغلي، جيلان لخالد، حاول التقدم والمرور. الكرة عرضية ولكن بعد ذلك الإبعاد. حيدر أحمد أبعد الكرة للأمام. هيليو لدوليفان، تبادل الكرات. هيليو، محمد محسن، ابعاد للكرة، اصطدت وبعد ذلك وصلت لهيليو. خالد كردغلي، حيدر احمد، تمرير الكرة خاطئ، عادت لهيليو. تمرير الان، هجوم مرتد لمصلحة نادي اربيل. يوسف بن سودة صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الان. تنقل الكرة، تغيير اتجاه اللعب لجيلان لقمان. جيلان 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 جيلان، تمرير الكرة، تبقى المحاولة وبعد ذلك استخلاص للكرة، وهنا التسديدة تأتي ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. تسديدة تأتي من قبل اللاعب روى يوسف ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة أمامية، إبعاد بضربة رأسية. روى يوسف، وصلت بعد ذلك لأندرسون، تترك لجيلان. جيلان البحث عن الزميل، الكرة العرضية ولكنها اصطدت. ستيوارت، كرة تترك من ستيوارت إلى تماس. هذا جيلان يطالب بتماس، حكم المباراة له رأي آخر، محمد طارق أحمد. علي حسن على التنفيذ. 5 دقائق الوقت المتبقي، شوط أول أفضلية لنادي أربيل. كرة ليوسف بن سودة، تمرير من فيدال، تبادل الكرات، هذه خطيرة لهدف ثاني. الله الله الله، حضر الجامايكي، حضر الجامايكي، هدف ثاني لأربيل، هدف ثاني لأربيل. هذه المرة يظهر كولين أندرسون الجامايكي ليسجل في الدقيقة 41 هدف ثاني. الله الله على تبادل الكرات، وبعد ذلك هلو فاق يضع الكرة ويقدم الكرة على طبق من ذهب، والجامايكي أندرسون اللي ما كذب خبر ليتقدم نادي أربيل ويسجل الهدف الثاني، هدف ثاني لأربيل الآن. وبالتالي الشوط الأول شوط أربيلي يتقدم من خلاله المحترفين. سجل الهدف الأول يوسف بن سودة اللاعب التونسي، ويضيف الثاني اللاعب الجامايكي كولين أندرسون، ليتقدم الإمبراطور القلعة الصفراء هولير بهدفين مقابل لا شيء لفريق الحدود من خلال هذا اللقاء لغاية الآن. وبالشوط الأول هدف في الدقيقة 14 وهدف ثاني في الدقيقة 41، هدفين مقابل لا شيء الآن. كرة ملعوبة لي جيلان، يحاول ارسال الكرة عالية، هذه الضربة الرأسية المتابعة للكرة ولكن صافرة، ولدينا خطأ، خطأ على هليفار. شوف ثائر جسام، تبقى معاناة فريق الحدود من خلال هذا الموسم إلى الآن، من خلال الجولات السبعة الماضية، وفي هذه الجولة من خلال الشوط الأول لا يزال يعاني الفريق، ليس بأفضل حالاته يعني كما شاهدناه في المواسم الماضية.
في أغلب المواسم يعني تشاهد فريق الحدود يحرج الكبار ويكون في مراكز جيدة بالنسبة لهذا الفريق، ولكن في هذا الموسم منذ انطلاقة الجولة الأولى ولغاية الآن هو ليس بأفضل حالاته. هنا خطأ لخالد كردغلي أو لمصلحة فريق الحدود، كان هناك ربما لمسة يد، وبالتالي الخطأ والركلة الحرة المباشرة. حسين جاسم على التنفيذ، عالية، دوليفان، فيدان، محمد محسن بنقل الكرة لجيلان، جيلان، لقمان بكرة عرضية خطيرة ثالث، الله! ضاعت الكرة، كرة الهدف الثالث من كرة مرتدة ممتازة ورائعة وجميلة لنادي أربيل، ولكن يوسف بن سودة سدد الكرة اللاعب القادم من الخلف بقوة، سدد بقوة، ولكن حلوة لحارس المرمى، حلوة لصقر عجيل اللي أبعد الكرة وينقذ مرماه من كرة مؤكدة من كرة الهدف الثالث. كرة إلى خارج أرضية الملعب، اعتقد إلى ركنية أخرى. شوف هذه الكرة، ولكن برافو لجيلان، حلوة لجيلان، هذا لاعب ممتاز، لاعب يصنع الفارق. هناك لاعب يعني تشاهده يكون نقطة تحول إيجابية في المباراة، هذا جيلان لاعب يصنع الفارق، ولكن هذه التسديدة الممتازة القوية وحارس المرمى اللي تصدى كذلك بشكل ممتاز، حارس صقر عجيل. ولكني كنت أتحدث عن جيلان، لاعب اللي يقدم مستوى كبير من خلال هذا اللقاء. بالمناسبة حتى في اللقاءات الماضية هو يقدم عطاء، لاعب يمتاز بالسرعة على الأطراف وكذلك يمتاز بالحل الفردي، صانع لعب ممتاز اللي هو جيلان لقمان. كرة ملعوبة لروى يوسف، دقيقتان الوقت الإضافي للشوط الأول. كرة ملعوبة الآن لجيلان جهة اليسار، حالة تسلل، ركلة حرة غير مباشرة. هذا جيلان لقمان لاعب الممتاز، شوف لاعب يصنع لنفسه المساحة ويتمركز دائما بمكان ممتاز، والتوقيت دائما ممتاز باستلامه للكرة، بانطلاقاته بالكرة، لاعب جيد. الظهير الأيسر لنادي أربيل، رمية تماس، حسين جاسم على التنفيذ، خلاص ثواني الأخيرة من الوقت المضاف. إذن هنا الصافرة تأتي أعزائي مشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة محمد طارق أحمد لتعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي أربيل بهدفين مقابل لا شيء لفريق الحدود. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. محاولة تسديد على المرمى وهدف أول جول
أوكلي، جون أوكلي، جون أوكلي النيجيري، وهدف رائع. هدف 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 رائع. جون أوكلي يسجل أول أهداف المباراة. هو عنده هدفين على نفط البصرة، على نفط البصرة، وثالث أهداف النيجيري جون أوكلي بهذه الطريقة الجميلة. يسجل لنادي القرمة، يرد على كرة إيفياني. نيجيري يرد على نيجيري، نيجيري يرد على نيجيري. إيفياني كرة ارتدت من القائم الأيسر، لكن النيجيري الآخر لاعب القرمة جون أوكلي يطلق صاروخ على مرمى نوروز وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى. لاحظ جون أوكلي، لاحظ جون أوكلي، وضحى بمكان صعب جدا على عماد عيسى، وضحى بمكان صعب جدا على عماد عيسى. جون أوكلي يسجل هدف، أول هدف جميل للقرمة في مرمى نوروز. يؤازر رغم أنه يتأخر بهدف، لكن يؤازر، والتعادل لنوروز. هدف 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 هدف. مروان حسين يسجل هدف التعادل. مروان يطلق العنان على مدرجات ملعب نوروز. الفنان مروان يسجل هدف التعادل، هدف التعادل لنوروز. مروان حسين يسجل هدف التعادل. الأولى ذهبت إلى الخارج، لكن الثانية لم يخطئها مروان. لاحظ، حضر بهذه الطريقة وسدد بهذه الطريقة على يمين حارس المرمى محمد حميد، معلنا عن هدف التعادل لنوروز في مرمى القرمة. بينما على الجانب الآخر جورفان فيرا أشرك 3 لاعبين. هنا الهجوم الآن للقرمة داخل منطقة الجزاء، ممكن ثاني محمد، ويسجل الثاني. هدف ثاني للقرمة، محمد مسر. الله، هدف ثاني بلعبة جميلة، بكرة ذكية تتهيأ أمام محمد مسر، يسجل ثاني الأهداف لنادي القرمة. الله على محمد مسر، ثالث أهدافه مع القرمة خلال هذا الموسم، بعدما سجل في مرمى نفط البصرة والحدود. الآن يجتاز كل الحدود. محمد مسر يمر من الحارس عماد عيسى ويضعها في مرمى نوروز، مسجلا ثاني الأهداف للقرمة في مرمى نوروز، وفرحة جماهير القرمة بهدف ثاني. إذن القرمة يسجل ثاني الأهداف في مرمى نوروز. لاحظ الإعادة، غير متسلل إطلاقا، حالة التسلل غير موجودة، مر بهذه الطريقة وسجل هدف جميل ثاني لصالح القرمة في مرمى نوروز. 2-1 أصبحت النتيجة الآن. من جديد القرمة يسجل في مرمى نوروز في اللقاء التاريخي الأول ما بين الفريقين. القرمة يتقدم على نوروز لأيام الفيفا داي والتوقف الدولي، ومنتخبنا أمام مهمة الوصول إلى كأس العالم. عملية الهجوم، أوكلي خلاص. جون أوكلي يبصم بالشمع الأحمر على نتيجة المباراة. النيجيري ثاني أهدافه في المباراة، وثالث أهداف القرمة في مرمى نوروز. جون أوكلي نجم المباراة النيجيري. النسر النيجيري يطير بالقرمة ب3 نقاط في هذه المباراة. النسر النيجيري مع صقور الغربية. ثالث أهداف القرمة بطريقة جميلة وعلى الزاوية البعيدة لعماد عيسى، يسجل ثالث أهداف القرمة. ورابع أهدافه جون أوكلي اللاعب النيجيري. برافو، يتعدى من لاعب والثاني عرض، تلعب خطرة وجول. أبو طه مهند أبو طه يسجل الهدف رقم 1000 في دوري نجوم العراق. مهند أبو طه يسجل الهدف رقم 1000 في دوري نجوم العراق في موسمين، والهدف رقم 128 هذا الموسم، والأول في هذه المباراة بالدقيقة 39 من عمر المباراة. مهند أبو طه يعلن تقدم الكناري. شوف الكرة، شوف بحركة لعب جميلة لأندرسون، تخلص من 2 من اللاعبين، مر لعبها والكرة ارتدت، وبالتالي يعني مهند أبو طه يلعبها إلى داخل الشباك
ويحرز أول أهداف المباراة والهدف اللي يحمل الرقم ألف في دورينا. يحاول أو اللاعب مصعب ومرة أخرى لا، إيزي يحاول داخل منطقة، كرة خطيرة، جول مهند أبو طه يعود ليسجل الهدف الثاني بالدقيقة 58 من عمر المباراة. الهدف رقم 1 بعد الألف، الهدف رقم 1 بعد الألف، والهدف رقم 130 أو 129 في دورينا هذا الموسم. الهدف رقم 129 في دورينا هذا الموسم، والهدف رقم 1 بعد الألف، والهدف الثاني هدف الأمان والاطمئنان لنادي الكرك. كرة مرت ولعبها بذكاء من فوق الحارس ليسجل هدف الشخص الثاني هذا الموسم والثاني لفريق نادي الكرك. هدفين بأقدام هذا اللاعب الأردني مهند أبو طه. 2 الكرخ لا شيء كربلاء. فرحة أبو طه بهدف الشخصي الثاني في مباراة اليوم. وخطر عبد القادر، جول هدف تقليص الفارق لعبد القادر طارق عزيز بالدقيقة 66 من عمر المباراة. بغفلة من المدافعين يسجل عبد القادر الهدف الأول وهدف التقليص. وخلينا نشوف الحكم، شوف بغفلة من المدافعين وبشكل مستريح. شوف الكرة ملعوبة، شوف لا، ما بيها تسلل إطلاقا، ورأسية حلوة من عبد القادر طارق اللي يسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل هدف الأول في شباك الميناء. سجل الموسم الماضي في شباك نفط الوسط، نفط البصرة، الكرخ الميناء، وأهدى ركلة جزاء أمام الجوية، صاحب أسرع هدفين في الموسمين الماضي وقبل الماضي. الحكم راح يتأكد من صحة الهدف. 2 الكرخ 1 كربلاء. مباراة بدقائقها القادمة راح تحلو، هذا ما نتمناه. إذن هدف صحيح. علي يوسف يحاول، وصلت بعد ذلك لمهدي همام. علي يوسف يحاول الآن، هذه خطيرة للزوراء. الله، جول للزوراء. خطأ كبير من المدافع في اللقطة الماضية يسجل من خلالها الزوراء في الوقت المضاف. سجل الزوراء، ظهر علي يوسف وسجل الكرة الخطيرة الأولى للزوراء من خلال هذه المباراة، يسجل من خلالها. شوف همام عاد بالكرة، كانت قصيرة يا رجل، وبالتالي علي يوسف اللي ما كذب خبر ولا يرفض الهدايا، يسجل علي يوسف كرة في قلب المرمى ليتقدم الزوراء بأول أهداف في المباراة. جول للزوراء مقابل لا شيء للطلبة الآن. كذلك تمني النفس بالأفضل هنا. بنيامين خطيرة، جول لديالة. بنيامين أكار، بنيامين هدف للبرتقالي. استلم الكرة وتقدم فيها. شوف هنا الإعادة، إذا ما كان اللاعب متسلل طبعا حكام الفار، ولكنه حطها جميلة بباطن القدم اليمنى على يمين حارس المرمى عبد سليم ليكتفي من خلال اللقطة الماضية. كانت بعيدة عن متناول الحارس والصعبة، وبالتالي يتقدم ديالة بأول أهداف في المباراة.
كورنادو الماتادور حطها الإسباني، حطها الماتادور. التعادل، هدف التعادل وفرحة كبيرة بالنسبة لبابلو جرانديز وكذلك مانويل لولو كورنادو اللي سجل هدف التعادل. هدف التعادل للسفانة، هدف التعادل للميناء. شوف كورنادو حطها قوية في قلب المرمى وفي سقف المرمى. صعبة يا حسن، صعبة يا عباس. الكرة في قلب المرمى كانت قوية، وبباطن القدم اليمنى مانويل لولو كورنادو. لعب كرة تلعب عالية وفي انتظار رأسية، لكن هنا محمد قاسم القدم التي لا ترحم والكرة في الجول. الله، الأهداف تأتي وتسجل عن طريق الاختصاص. محمد قاسم مر وعبر وسدد كرة لافة على يمين صقر عجيل، ولو طار صقر شاهين لا يمكن أن يصد ويرد هذه الكرة ويصل إليها هذه الكرة وهذه المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. ما زالت مصلحة فريق نفط البصرة. تمرير محمود أحمد يلعب الكرة الخطيرة، جول اسماعيل أورو التوغولي يسجل أول أهداف هذا اللقاء. هدف جميل جدا بالرغم من وجود ستار جبار مع اسماعيل أورو، لكن اسماعيل نجح باللحاق بالكرة. كرة ميتة لكن أحياها اسماعيل أورو بالهدف. شاهد استماتة من هذا الأورو الذي يسجل أول أهداف اللقاء. ما تلقى هذا الهدف أصبح ثاني أفضل خط دفاع. وهنا الرأسية، جول البديل كريستيان دومتي النيجيري يسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 عن طريق كريستيان دومتي البديل الذي زج به ولي كريم في الشوط الثاني. هدف التعادل. شاهد التمريرة كانت جميلة من سجاد خليل، من دومتي إلى سجاد ومن سجاد إلى دومتي. 1-2 جميلة، وبالرأس من دومتي سكنت شباك الحارس مجتبى محمد الذي كان يمني النفس أن تخرج شباكه نظيفة في هذه المباراة. لكن رأسية صعبة والقائم تعاطف مع هذا النيجيري صاحب 28 عام. أورو يتقدم، أورو يبحث عن الثاني، إسماعيل جول ثاني لمصلحة فرسان الجنوب. نفط البصرة يسجل الثاني عن طريق إسماعيل أورو، وثنائية في مرمى الكهرباء. ونفط البصرة يسجل لأول مرة في هذا الموسم هدفين في مباراة واحدة. نعم، هي أفضل مباراة لفريق نفط البصرة. نفط البصرة يعني بوسط الملعب. نقلة من أمجد عطوان تصل هنا للفنان، يحاول الآن ناصر يا كاسر، ناصر هل سينصرهم؟ ناصر جول! ناصر أول أهداف اللقاء. ناصر تهيأت هذه كرة وحاول العبور. شاهد تلاعب بالدفاعات ووضعها من تحت أقدام الحارس وسجل أول أهداف المباراة. ناصر يا ناصر، أول أهداف المباراة لنادي زاخو. عنده هدف من هذا المكان في شباك المنتخب الإيراني. هذه كرة عدت، جول! جاء الهدف الثاني. نعم، ثاني أهداف المباراة من ناصر. شاهد أمجد عطوان الخبير وناصر محمدو للمرة الثانية. ناصر يا ناصر محمدو يزور الشباك للمرة الثانية.
بهدف ثاني لنادي زاخو عن طريق اللاعب ناصر محمدو، وللمرة الثانية لنادي أربيل ملعوب. هذه الكرة بالراس الابعاد، لا زالت هناك محاولة ممكن جول. عادت لكتيبة الامبراطور، عادت ندية المباراة، ذكرتها وقلتها، هدف يحرك المياه الراكدة ويعيد الأمور لنادي أربيل، وعادت البسمة على وجوه الجماهير هنا الحاضرة بملعب زاخو. شاهد هنا الراسية وهنا الارتقاء لابعاد الموسيس، وهيليو مونتيرو أسكنها الشباك وقلص نتيجة المباراة. أصبحت الآن بهدفين مقابل هدف من البرازيلي. هيليو مونتيرو يسجل الهدف الأول لفريقه وتصبح نتيجة المباراة 2 أربيل 1. عادت الكرة هناك في ديربي مثير، وعادت هنا لأمجد. أحمد زامل يحاول العبور، أحمد زامل هل يفعلها؟ هل ينهي الأمور؟ هنا عطوان، هنا الفنان يا عطوان، يا فنان يا فنان يا أمجد يا عطوان، يا أمجد يا عطوان، ينهي الآمال باللحظات الأخيرة. أمجد عطوان بهدف ثالث بالمباراة، أسيست مر بهذه الكرة وعد هناك بعد أن وصلت من أحمد زامل. حاول بهذه الكرة أحمد زامل عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى للشوط الثاني من لقاء أربيل والحدود. انتهى الشوط الأول بتقدم نادي أربيل بهدفين مقابل لا شيء. سجلت الأهداف عن طريق يوسف بن سودة في الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني كولين أندرسون في الدقيقة 41. لقاء ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دورينا، دور نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. الشوط الثاني، الشوط الأول كان لأربيل واضح جدا على مستوى النتيجة وكذلك الاستحواذ والانتشار والفرص، مع محاولات قليلة كانت لفريق الحدود. مباراة تقام هنا في شمالنا العزيز وبالتحديد في ملعب فرانسو حريري. أربيل يستضيف فريق القادم من العاصمة الحبيبة بغداد، فريق الحدود. 3 تغييرات، خروج لحسين جاسم وأحمد عبد الرضا وكذلك علي كريم، ودخول لداكوستا وشيروان كردستان وكذلك أحمد فاضل. 3 تغييرات ما بين الشوطين للمدرب ثائر جسام مدرب نادي الحدود. اعتقد بأنه أربيل بنفس الأسماء، بدوليفان مهدي، بلال العيفة، خالد كردغلي، هلو فاق، هيليو مونتيرو، روى يوسف، فيدال، محمد محسن، وكولين أندرسون، وجيلان لقمان، ويوسف بن سودة. بينما هنا باولو فيكتور يحاول ويسدد بكرة باتجاه المرمى، ولكنها كانت ضعيفة، مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى هذا اللاعب البرازيلي باولو فيكتور، لاعب الذي سدد الكرة الماضية بيساره ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. بداية الشوط الثاني، فريق الحدود سيحاول أن يقلص الفارق، بينما أربيل اللي بكل تأكيد يعني سيحاول أن يضيف الثالث أو يحافظ على النتيجة. فريق الذي
بكل تأكيد يعني حاول الحصول وكسب النقاط، نقاط المباراة، نقاط مهمة على اعتبار أنه قادم من خسارة في الجولة الماضية أمام نادي زاخو ب3 أهداف مقابل هدف واحد. كذلك الحدود القادم من خسارة، فريق الذي لديه 7 خسار ولا نقطة لفريق الحدود، الفريق اللي سجل هدفين وفي مرماه 10، عادل 10 أهداف ما قبل هذه المباراة، الآن أصبحت 12 هدف في مرماهم مع أهداف هذه المباراة. كرة لأحمد فاضل، مرور ممتاز، بعد ذلك التمريرة، كرة داخل منطقة الجزاء، خالد كردغلي، جيلان، تمرير الكرة ولكنها أبعدت إلى الخارج إلى رمية تماس. هذا جيلان لقمان، بينما هنا الحكم المساعد الثاني نوار صالح قيادة جيدة لغاية الآن حكم المباراة والمساعدين في هذا اللقاء. كرة للأمام لفيدان، مطالبة بخطأ، حكم المباراة أشار لاستمرار اللعب. سيف كريم، شيروان كردستان، فيدان، يوسف بن سودة سدد الكرة ولكن من قبلها صافرة وخطأ وبطاقة صفراء لأحمد فاضل، أحد البدلاء بكرة الثانية بعد دخوله. شوف هنا الخطأ والبطاقة الصفراء، هذه البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة والثانية على لاعبي فريق الحدود. طبعا حارس المرمى لديه بطاقة صقر عجيل، والآن أحمد فاضل، بينما نادي أربيل البطاقة الوحيدة كانت لخالد كردغلي. كرة لي ستيوارت الكولومبي، إبعاد للكرة إلى الخارج إلى تماس. هيليو مونتيرو، تترك الكرة، خالد كردغلي، باقر عطوان، شيروان كردستان، شيروان، تمرير الكرة بتبادل الكرات مع محمد جميل، باولو فيكتور، والكرة طالت إلى ركلة ركنية. هذا البرازيلي، ولغاية الآن فريق الحدود لم يظهر لنا على مستوى التسجيل لا لاعب محترف ولا لاعب محلي. فريق الحدود الذي يحاول أن يقلص الفارق، بينما سيف كريم، ولدينا ركلة ركنية الآن. سيف تنفذ عالية وإبعاد بضربة رأسية. باقر عطوان، سيف كريم، مرة أخرى المتابعة للكرة، فيدال لأندرسون، كولين، تمرير الكرة لجيلان لقمان، جيلان جهة اليسار، محاولة مستمرة لنادي أربيل، تبقى المحاولة، الله الله، حلوة لجيلان، هيا الكرة لنفسه وسدد الكرة، ولكن العارضة كانت هي من تصدت، هي من تقف مع الحدود. شوف حلوة 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 حلوة، اي والله حلوة الكرة وحلوة المحاولة والتسديدة. شوف المرور الممتاز، فتح زاوية للتسديد وسدد الكرة. لو كانت هدف لكان هدف جميل جدا لهذا اللاعب الممتاز اللي يقدم مباراة كبيرة اللي هو جيلان لقمان. كرة وصلت لحارس المرمى صقر عجيل، سيف كريم للحدود، روى يوسف، عادت لأربيل، فيدال، كرة عالية، جيلان سدد الكرة ولكنها وصلت لحارس المرمى. حاول أن يلعب الكرة قصية على الطار
ولكنها الكرة بعد ذلك وصلت ضعيفة لحارس المرمى. روى يوسف، هيليو مونتيرو، محمد محسن. فريق القرمة عندما تعادل أمام الزوراء من خلال هذه الجولة هو تعادل الثاني لهذا الموسم، وحتى الزوراء طبعا تعادله الثاني هذا الموسم، بينما الطلبة يتلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم، ونفط البصرة يحقق الفوز الثالث والخسارة الرابعة لنادي الكرخ، والفوز الرابع لنادي النفط، والنفط لديه خسارة واحدة في الدوري، ويبقى الشرطة والقوة الجوية بدون خسارة لغاية الآن هذا الموسم. صافرة وخطأ على روى يوسف، هذا شيروان كردستان أحد البدلاء. هنا الإعادة وكرة الخطأ، ركلة حرة مباشرة لنادي الحدود. كرة خطيرة كانت، مخرج المباراة كان معه إعادة بلقطة الخطأ، وهنا تأتي فرصة ربما كانت لفريق الحدود، والمتابعة اللي كان فيها إبعاد من دوليفان وبعد ذلك المدافع دوليفان، وبعد ذلك خالد كردغلي أبعد الكرة الخطيرة لنادي الحدود اللي يحاول من خلالها كان أن يقلص الفارق. كرة إلى خارج أرضية الملعب، محاولة مستمرة لمحمد جميل، إبعاد من أمامه، تقطع الكرة، جيلان، تمرير الكرة طويلة، طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، طالت إلى ركلة مرمى على خالد كردغلي. شوف الإعادة والكرة الماضية التي تترك من سيف كريم إلى ركلة مرمى. كرة ملعوبة لداكوستا أحد البدلاء كذلك، وصلت لهلافا مع فيدان لجيلان، لقمان جهة اليسار، عرضية عالية، إبعاد للكرة، تبقى المحاولة، هلافا، خالد، جيلان جهة اليسار، محاولة مستمرة، هلافا، صافرة، ولدينا خطأ لمصلحة نادي الحدود. هذا هلافا مدافع ممتاز بالقوة الجسمانية، كابتن القائد لنادي أربيل. الكل يعلم بأنه أربيل واحد من الفرق التي حصلت على بطولة الدوري ولديه 4 ألقاب، 3 منها كانت متتالية. كرة ملعوبة للأمام، محاولة مستمرة، ووصلت لحارس المرمى، وصلت لدوليفان، باليد من دوليفان لخالد كردغلي. ربما لدينا إصابة للاعب إخراج الكرة، ربما دوليفان أو لاعب من لاعبي الفريقين. هنا سمير صديق مدرب نادي أربيل اللي لغاية الآن هو السعيد بكل تأكيد بالتقدم بهكذا نتيجة. هجوم الآن، روى يوسف، تمرير الكرة أقرب لعلي حسن،
وصلت لمحمد محسن. خالد كردغلي، عودة بالكرة لدوليفان، كرة عالية للأمام، إبعاد من ستيوارت. باقر عطوان، شيروان، كردستان يحاول، كرة مقطوعة، عادت لسيف كريم، كرة لأحمد فاضل لاعب الخبرة، مسيرة كروية عدة أندية وبالتالي شارك من خلال هذه المباراة كلاعب بديل. عالية الكرة، متابعة من خالد كردغلي، تترك إلى خارج أرضية الملعب. هذا باقر عطوان، بينما هنا حيدر أحمد. على ذكر باقر عطوان، لدينا طبعا لغاية الآن أمجد عطوان لاعب نادي زاخو هو بصدارة الهدافين ب7 أهداف، ومهند علي ميمي لاعب الشرطة بالترتيب الثاني ب5 أهداف، والحارث حاتم لاعب نادي القاسم، وجون أوكلي لاعب نادي القرمة، ولوكاس سانتوس لاعب نادي الشرطة، لكل لاعب 4 أهداف على مستوى الترتيب الثالث لهدافي دورينا من خلال هذا الموسم. يوسف يحاول ويطالب بلمسة يد حكم المباراة، أشار لاستمرار اللعب. خالد كردغلي، جيلان الخطير والممتاز واللاعب الفعال بجهة اليسار، ولكن كرته مقطوعة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا جيلان لقمان، هذه الكرة التي طالب فيها يوسف بن سودة بلبسة يد. هذا صقر عجيل، فيدال على التنفيذ، البرازيلي تنفذ الكرة والضربة الرأسية من جيلان إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة تؤخذ من الأسفل وبالتالي كانت عالية وإلى الخارج. لدينا لاعب يتهيأ للاشتراك، أثير صالح، واحد من اللاعبين الذين سجلوا لنادي الحدود هذا الموسم. طبعا لديهم هدفين فقط، فريق الحدود لديهم هدفين فقط. الأهداف منو اللي يسجل الأهداف؟ اللي يسجل أثير صالح في مرمى الميناء، لاعب الذي سيشارك الآن، وسجل داكوستا في مرمى القرب. خروج لمحمد جميل، التغيير الرابع للمدرب ثائر جسام. هذا شيروان، نتيجة ما تغيرت، النتيجة هي نتيجة الشوط الأول، يعني مع التغييرات لم تتغير النتيجة للمدرب ثائر جسام الذي يسعى بأن تتغير الأمور من خلال الشوط الثاني، ولكن الحال على ما هو عليه. هذا ثائر جسام، هذا مدرب الخبرة. دوليفان وركلة مرمى، تنفذ عالية. فيدال قدم مستوى كبير هذا اللاعب. كرة طالت على يوسف بن سودة، صاحب الهدف الأول من خلال هذا اللقاء برأسية في الدقيقة 14، وبعد ذلك أضاف الهدف الثاني الجامايكي كولين أندرسون في الدقيقة 41. صافرة ولدينا خطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة الحدود. هذا مينا ستيوارت،
مدافع الحدود اللاعب الكولومبي. كرة تنفذ للأمام، بعد ذلك إبعاد، عادت ليمينا ستيوارت، تمرير الكرة وصلت ليوسف بالسودة، راح يسدد، سدد الكرة، صدت، عادت مرة أخرى، تبقى المحاولة تناقل الكرة وبالأخير الكرة مقطوعة، أصبحت مرتدة الآن. علي حسن لدا كوستا، أثير صالح، شيروان يحاول شيروان، سدد الكرة ولكنها بسهولة لحارس المرمى دوليفان. بلال العيفة، كرة في الوسط، باقر عطوان، محمد محسن بضربة رأسية، روى يوسف، لغاية الآن أربيل ما غير، بنفس الأسماء التي بدأ من خلالها المدرب وصولا للدقيقة 65 من عمر المباراة. لم يغير ولا تغيير نادي أربيل، بينما نذكر بأنه فريق الحدود أجرى 4 تغييرات، أجرى 4 تغييرات بخروج علي كريم، محمد جميل، حسين جاسم وأحمد عبد الرضا، ودخول داكوستا، شيروان كردستان، وأثير صالح وأحمد فاضل. كرة لأحمد فاضل، داكوستا سجل في مباراة القرمة التي انتهت لمصلحة القرمة ب3-1. كرة خطيرة، الله، جول للحدود، هدف تقليص الفارق للحدود عن طريق شيروان كردستان. حلوة، هدف جميل، هدف جميل لشيروان كردستان. شوف 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 النقلة الجميلة، الكرة العرضية العالية الممتازة. الله 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 الله، البدلاء البدلاء، صانع الهدف البديل أثير صالح بنقلة ممتازة للكرة، وبالتالي استقبل الكرة بشكل جميل. اللاعب البديل كذلك اللي هو شيروان كردستان اللي حط الكرة، حط في منتصف المرمى ليقلص الفارق نادي الحدود من خلال اللاعب البديل في الدقيقة 66 من عمر المباراة. هدفين مقابل هدف واحد الآن، هدفين مقابل هدف واحد. بكل تأكيد سيحاول الحدود أن يعدل، أن يعود للمباراة. الآن مع التغييرات غير النتيجة الكابتن فارس جسام. أثير صالح، كرة مقطوعة الآن، عادت مرة أخرى، شوط ثاني يحاول الحدود يعني باندفاع واضح جدا. كرة منعومة لجيلان، جيلان لقمان، مرور ممتاز، فتح زاوية للتسديد، الكرة للأمام عرضية ولكن إبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب. تغييرات الآن، 3 تغييرات، علي رحيم ومصطفى قابيل واسفين منصور. فيدال يغادر، أول المغادرين. منو اللي راح يترك المباراة؟ كذلك اللاعب كولين أندرسون. إذا كولين أندرسون وفيدال وكذلك محمد محسن يغادرون، والبدلاء سفين منصور، وكذلك لدينا مصطفى قابيل وعلي رحيم. 3 تغييرات، دفعة واحدة للمدرب سمير صديق.
مدرب نادي أربيل. اليافان على التنفيذ الآن. ركلة ركنية. ركنية لنادي أربيل. تنفذ الكرة، ضربة رأسية، محاولة وكرة في القائم. كرة خطيرة ولكنها في القائم. مرت الكرة، كانت خطيرة بالنسبة لنادي أربيل وكان ممكن أن يضيف هدف ثالث. شوف الإعادة وبالتالي يوسف بن سودة، والكرة مرت بهذه الطريقة ليبقى الحال على ما هو عليه. تقدم لأربيل بهدفين مقابل هدف واحد. شوف الإعادة، بعد ذلك تأتي المتابعة بإبعاد للكرة. رمية تماس. بهذه النتيجة إذا ما انتهت المباراة بفوز أربيل، يعني إلا إذا ما تغيرت الأمور، ولكن لو يبقى الحال على ما هو عليه وفوز أربيل بهدفين مقابل هدف واحد، هذا يعني بأنه أربيل سيقفز للمركز الخامس، من المركز 11 للمركز الخامس. هذه كرة خطيرة وتسديدة ولكنها تحولت واصطدت باللاعب مينا ستيوارت إلى ركلة ركنية. شوف سيصل أربيل للنقطة 14 وسيقفز للمركز الخامس. شوف هذه كرة يوسف بن سودة، ركنية الآن، وصلت وعادت لهلوفان. مرور ممتاز، الله الله على المرور، والكرة العرضية بعد ذلك مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. تبقى الصدارة لفريق النفط ب 15 نقطة، والمركز الثاني للشرطة ب 14 نقطة من 6 مباريات طبعا. الثالث القرمة والرابع الزوراء، ولكل فريق 14 نقطة. كرة ملعوبة إلى تماس. نجف يقفز للمركز السابع بعد الفوز على نفط ميسان، ويصل النجف للنقطة 12. هيليو مونتيرو، هنا تمرير الكرة، أثير لداكوستا جهة اليمين. هلافان، تمرير الآن عن طريق سفين منصور، صافرة وخطأ وبطاقة صفراء يبدو لي للاعب سيف كريم. بطاقة الصفراء الرابعة في المباراة والثالثة على لاعبي نادي الحدود من خلال هذه المباراة. شوف الإعادة، تدخل وبالتالي حكم المباراة أشار لوجود الخطأ والبطاقة. قرار حكم اللقاء محمد طارق أحمد. ركلة حرة مباشرة، كرة تنفذ الآن. هيليو مونتيرو، كرة أمامية، خالد كردغلي، عرضية عالية، سيف كريم بإبعاد للكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية.
فريق أربيل يريد أن يؤمن النتيجة، هو يعلم بخطورة هذه النتيجة، يعني في أي لحظة ممكن أن يتعادل الحدود، وفريق أربيل يريد أن يؤمن النتيجة بهدف ثالث، بينما الحدود يريد أن يعدل بهدف ثاني. هل يكون تغيير على مستوى النتيجة من 2-1 إلى 3-1 أو من 2-1 إلى التعادل بهدفين؟ ننتظر، نتابع. الوقت المتبقي أتحدث عن 16 دقيقة عدا الوقت المضاف. لا زلنا في الدقيقة 74 من عمر المباراة. لقاء حساب الجولة الثامنة من دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. طبعا المرحلة الأولى ومباريات الجولة، هناك الكل يعلم بأنه هناك مباريات مؤجلة بالنسبة لهذه الجولة، قوة جوية ونوروز، دوك ونادي القاسم، كهرباء والشرطة. هذه المباريات مؤجلة. القرمة والزوراء والنفط والكرخ والطلبة ونفط البصرة والنجف ونفط ميسان، هذه المباريات أقيمت، بينما هنا محاولة خطيرة، الكرة اصطدت وتبقى المحاولة خروج لحارس المرمى، وبعد ذلك الصافرة والخطأ. لدينا المباريات المتبقية، الميناء وزاخو وكربلاء وديالى. هذه الكرة من سفين منصور ولكنها اصطدت بمينا ستيوارت لاعب الكولومبي، وبعد ذلك الإبعاد من قبل حارس المرمى والخطأ لمصلحة نادي الحدود. خطأ كان على يوسف بن سودة. خروج لباقر عطوان. خروج لباقر ودخول لهارلين. هارلين لاعب الكولومبي يشارك الآن بديلا لباقر عطوان. تغيير الأخير بالنسبة للمدرب ثائر جسام. كرة ملعوبة لجيلان لقمان، يحاول أن يمر الآن، كرة اصطدت، بعد ذلك المتابعة، سفين منصور، كرة تحولت عرضية، ابعاد للكرة، جيلان، تبقى المحاولة وتبقى الكرة، صراع على الكرة، بالأخير ينتهي بصافرة وخطأ لمصلحة الحدود. تنفذ بشكل سريع، هذه خطيرة لمصلحة الحدود. 4-3، 4-3، بينما هنا حكم المباراة يحتسب خطأ في مكان خطير الآن، خطأ وبطاقة صفراء، خطأ وبطاقة صفراء هذه المرة. كرة كانت مرتدة، البطاقة لمن؟ لبلال العيفة، اي نعم، للتونسي لاعب القادم من نادي الشباب الكويتي، يتلقى البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء الخامسة في المباراة والثانية على لاعبي نادي أربيل، بينما الخطأ في مكان ممتاز. إذا ما أراد أن يعدل نادي الحدود عليه أن يستغل هذه الكرة، على اعتبار أن الكرات الثابتة هي واحدة من الحلول، وهذه قريبة جدا، قريبة جدا، ومثل هكذا كرات بهذه المسافة لدى بعض اللاعبين
والله التنفيذ يكون لديه أشبه بركلة جزاء، ينفذ بأريحية. هذا الأمر طبعا بالنسبة لبعض اللاعبين. لدينا سيف كريم ولدينا داكوستا، ولكني أعتقد بأنه داكوستا هو الأقرب على التنفيذ، لأنه هو طالب بالكرة، هو طلب أن ينفذ، وبالتالي هنا بلال، هنا داكوستا سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شوف داكوستا نفذ وسدد، الكرة كانت قريبة ومرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. شوف الإعادة، كرة لجيلان، مرتدة سريعة الآن، جيلان يحاول أن يمر بسرعة، وبعد ذلك الكرة العرضية والإبعاد من مينا ستيوارت، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. دقيقة 80، 10 دقائق كافية وفيها أهداف وليس هدف، ممكن لأربيل وممكن للحدود، ولكن ربما يكون الحال بهكذا نتيجة، يعني بهدفين مقابل هدف واحد. ستيوارت أبعد الكرة إلى ركنية، تنفذ الآن عالية، إبعاد للكرة، لاعب ممكن يسدد، والتسديدة تأتي من مصطفى قابيل اللي سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. مصطفى اللي سدد الكرة الماضية، واحد من اللاعبين الذين سجلوا من خلال هذا الموسم لفريق أربيل. طبعا اللاعبين الذين سجلوا، شوف الركنيات، 13 ركنية، 11 لأربيل مقابل ركنيتين لنادي الحدود. اللاعبين الذين سجلوا لأربيل من خلال هذا الموسم، من خلال أكبر فوز طبعا لدينا ب4 أهداف مقابل هدف واحد، كان على نفط البصرة. سفين منصور، مصطفى قابيل، يوسف بن سودة كذلك سجل، وأندرسون لاعب الجامايكي اللي سجل من خلال هذا اللقاء كذلك. بقية الأسماء الذين سجلوا، يعني هذه 4 أهداف في مباراة واحدة، هم لديهم 9 أهداف. ال5 أهداف الباقية لفريق نادي أربيل من خلال هذا الموسم مع الأهداف ال4 التي سجلها في مرمى نفط البصرة. طبعا لدينا شيركو كريم 3 أهداف، هدفين على ديالا وهدف على الزوراء. مونتيرو لديه هدفين على تهوك وعلى زاخو. ولا ننسى بأنه فريق أربيل كانت لديهم خسارة كبيرة أمام نادي القاصم، هي 4 أهداف مقابل لا شيء في الكوك. يبقى الحدود أضعف خط هجوم. هل يكون الانتصار الرابع لأربيل من خلال هذا الموسم؟ بالسلامة ليوسف بن سودة، لاعب اللي سجل وافتتح باب التسجيل، ولكن شوف الوفاء هنا. العشاق، العاشق الذي لا تمنعه ظروف الأجواء، العاشق الذي يتحمل كل شيء من أجل المعشوق. هكذا هم العاشقون، يتحملون ما يتحملون لكي يكون لهم حضور. اي والله، شوف الأمطار وهذا الوفاء الكبير بالنسبة لهذه الجماهير. تحية لجماهير هولير، تحية لجماهير الإمبراطور،
تحية لجماهير القلعة الصفراء الحاضرة على المدرجات في مثل هكذا أجواء ممطرة بأمطار متواصلة، ولكنها حضرت على المدرجات للمؤازرة. ركلة مرمى الآن، تنفذ الكرة. جهة اليمين، انطلاقة سريعة. أثير صالح. صافرة وخطأ. ركلة حرة مباشرة. كما ذكرت، هل سيكون الانتصار الرابع لنادي أربيل؟ الفريق الذي حقق 3 انتصارات، تعادلين، خسارتين، والآن هو يصل للهدف 11، ولكن في مرماهم 10 أهداف كما هو الحال ما قبل هذا اللقاء. في مرمى كل فريق 10 أهداف، ولكن الكل يعلم بأنه يعني فارق تسجيل الأهداف بالنسبة لفريق أربيل واضح جدا. هنا بطاقة صفراء السادسة في المباراة والرابعة للاعبي فريق الحدود. هذه المرة مينا ستيوارت اللاعب الكولومبي اللي تلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 85. هذا مينا. رمية تماس بالسلامة للاعب نادي أربيل. لاعب ستيوارت يتلقى البطاقة الصفراء، ولا يزال اللاعب ملقى على أرضية الملعب. رمية تماس لمصلحة نادي أربيل. محمد طارق أحمد، ماذا لدينا الآن؟ شوف هذه الكرة 17 مقابل 17. مينا ستيوارت ومصطفى قابيل من خلال اللقطة الماضية. هنا لدينا كذلك ربما بطاقة بطاقات الصفراء من خلال هذا اللقاء. هذه البطاقة الصفراء الرابعة أو الخامسة للاعبي فريق الحدود، إن كانت هذه للاعبي فريق الحدود، ولكن هي السابعة في المباراة. هذه لجيلان، هذه لجيلان. نعم هي السابعة في المباراة، ولكنها الثالثة على لاعبي نادي أربيل بعد خالد كردغلي لاعب وبلال العيفة. الآن جيلان لقمان يتلقى بطاقة كذلك. بالسلامة لجيلان، نتمنى له العودة السريعة أو يغادر ربما ويشارك شيركو كريم، لاعب الممتاز، اللاعب الخبرة، اللاعب المثالي. شيركو كريم 3 أهداف هذا الموسم من خلال مبارياته التي سجل فيها شيركو كريم. 3 أهداف، هدفين على نادي ديالى وهدف على الزوراء. الأهداف التي سجلها هذا اللاعب كانت جميلة، والهدف اللي سجله في مرمى الزوراء كان هدف جميل جدا. لاعب ممتاز. بالمناسبة هناك 15 لقاء
بين الفريقين في الدوري ما بين أربيل والحدود. فاز أربيل ب7 لقاءات، وفاز الحدود بلقاءين، والتعادل حضر ب6 لقاءات. هذا مجموع لقاءات الفريقين. إذن اليوم اللقاء ال16 يبدو لي اللقاء من خلاله هو الانتصار الثامن بتاريخ لقاءات الفريقين. لأربيل هو الأقرب لغاية الآن. كرة ملعوبة لسيف كريم. سيف أثير صالح، بطاقة صفراء كذلك، هذه ثامنة، وهذه المرة هلا فاق يتلقى البطاقة الصفراء الرابعة على لاعبي نادي أربيل، مقابل 4 بطاقات للاعبي نادي الحدود. هنا يقول يخرج المباراة يقول 7 بطاقات، لا هي 8. خذها مني، خذها مني، أعطيك الاسم والتوقيت والبطاقة. سجل معي، سجل. لدينا يعني فريق الحدود صقر عجيل، سيف كريم، مينا ستيوارت، وأحمد فاضل، هذه 4 بطاقات. ولدينا نادي أربيل بلال العيفة، هلا فاق قبل قليل كذلك، وجيلان لقمان كذلك تلقى بطاقة، وخالد كردغلي كذلك بطاقة. هذه 8 وخذها مني. أنا دونت البطاقات ووضعت العلامة على كل لاعب تلقى بطاقة، فهي 8. 90 دقيقة تنتهي، 5 دقائق الوقت الإضافي للشوط الثاني. كرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا صاحب الهدف الوحيد لفريق الحدود في الدقيقة 66، اللاعب شيروان كردستان، شيركو كريم. مرور من هلوفاق، تمرير بعد ذلك سفين منصور لهلا فاق، كرة العرضية اصطدت، وصلت لسيف كريم، تبقى المحاولة. هلا فاق، البحث عن المرور، والزميل هلا عرضية عالية خطيرة، الله! جول ثاني، هدف ثاني لهذا اللاعب يوسف بن سودة، يسجل هدف الثاني الشخصي من خلال هذه المباراة، وهو الهدف الثالث لنادي أربيل برأسية ثانية. يظهر لنا برأسية ثانية يوسف بن سودة، وهذه المرة في الوقت المضاف يسجل الهدف الثالث لنادي أربيل، يؤكد النتيجة. شوف الإعادة، عالية عالية عالية، وبالتالي الرأسية تأتي من يوسف بن سودة ليسجل الهدف الثالث من خلال هذه المباراة، وهدف الثاني الشخصي من خلال هذا اللقاء، وهو هدف الثالث هذا الموسم بعد ما سجل في مرمى نفط البصرة، ويسجل من خلال هذه المباراة. سجل في مباراة 4-1، ويسجل من خلال هذه المباراة في مباراة 3-1. 3 لأربيل مقابل هدف 1 الآن. يؤمن النتيجة، يؤمن النتيجة، وبالتالي هذا الأمر اللي كان يبحث عنه المدرب سمير صديق. بابو
كان يبحث عن هدف الأمان والإطمئنان بالنسبة لنادي أربيل. يأتي يوسف بن سودة التونسي اللاعب القادم من الكويتي ويسجل برأسية ثانية من خلال هذه المباراة، ثالث أهدافه هذا الموسم وهدف الثاني من خلال هذا اللقاء، وهو ثالث أهداف نادي أربيل. هل يكون هنالك هدف رابع؟ يوسف مع شيركو كريم، تبادل الكرات ولكن حالة تسلل يبدو لي، اي نعم حالة تسلل وركلة حرة غير مباشرة. تغيير الآن، دخول لدانا كاميران، دانا بديلا لمن؟ من سيغادر؟ منو اللي راح يترك المباراة؟ هذا دانا. منو اللي راح يترك المباراة؟ يعني الآن أصبح لدينا لكل لاعب 3 أهداف، شيركو كريم 3، وهذا اللاعب اللي سيغادر الآن أصبح لديه 3 أهداف هذا الموسم. السلام لي شيروان كردستان، يغادر يوسف بن سودة. شيروان صاحب الهدف الوحيد لفريق الحدود. هذه حالة التسلل اللي كانت على شيركو كريم. هنا التمرير، كرة في وسط الملعب، خروج لدوليفان. مباريات الجولة التاسعة. طبعا فريق الحدود مباراته مؤجلة أمام فريق القوة الجوية. ومباريات الجولة التاسعة، الكرخ يواجه الكهرباء ونفط ميسان، يواجه أربيل كذلك. إذن هنا الصافرة. أعزائي المشاهدين قناة الإعلام العراقي أينما كنتم، تأتي الصافرة في نهاية المباراة النهاية الكاملة بفوز فريق أربيل ب3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق الحدود. مبروك لأربيل وجماهيره، هارد لك لفريق الحدود، الخسارة الثامنة على التوالي وصولا للجولة الثامنة. حتى ألتقيكم في مباريات قادمة، كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.